السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى فطار النهارده كنت عملت فتة وكده، بس كنت قايله لولادي يجوا ولقيتهم مجوش، اضطريت عملت طبق بس يا دوبك على قدي انا وبنتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير. آه طبعا ايه الواحد بيقعد طبعا على الفطار كده بيبقى محتار هنعمل اكل ايه هنعمل اكل ايه. فطلع في دماغي بقى البت قالت لي اعملي حاجه خفيفه يا ماما. قمت رحت عملت شوية فتة وكده وحمصنا العيش. قليته. بنتي قالت العيش بصراحة. هنا بشوفوا اللحمة مستوية ازاي، بس انا رحت غرف على قد انا وبنتي بس، لان هو عيالي بعد ما قالوا لي ان هم جايين ما جوش. اهو يا حبايبي اكلة خفيفة وجميلة، اكلة اول يوم رمضان. هنا نزلت بحبة زيت على حتة سمنة، وهنا اللحمة كنت حطاها على النار بتتسلق. انا ما كنتش مكتره بصراحه، لما لقيتهم جم بقى قالوا مش جايين وكده فانا ما رضيتش اكتر. يا دوبك عملت ايه كميه بسيطه يعني. هنا بقى نزلت بالرز بتاعي. طبعا الفته بتتعمل برز ابيض. في غلطه معلش انا هقولها لكم وبعدين، دي غلطه بصراحه. مرات ابني. انا كنت المفروض اما بتعملي الصلصه اللي بنحطها على على الفته، المفروض التوم بيتقلي وبتطشي بحبه خل. هي حطت الخل بعد ما حطت الطماطم طبعا، بس برضو الحمد لله طلعت طعمها جميل جدا. ما تنسوش تجربوها، واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه، عشان انا بفرح بيكم باللايكات بتاعتكم الجميله اللي زيكم كده. يلا وريني بقى انتوا حلوين قد ايه. اقول لكم مع الف سلامه وفي حفظ الله. سلام، اوعوا تنسوني. باي باي.